هنتكلم النهاردة عن الشخصية المش كويسة. أول حاجة بتميز الشخص المش كويس إنه مش بيبقى عارف إنه مش كويس. آه، الحاجة دي اترسخت فيه لدرجة إنه عنده يقين وعقيدة إن هي دي طبيعة البشر العادية. هو مش كويس من غير ما يفكر، ومش كويس بالفطرة. وده يجرنا للمستين التانية والتالتة، إنه ما ينفعش معاه عتاب، لانه اصلا مش عارف انت بتعاتبه على ايه. يا ابني انت خدعتني. ايوه، اللي هو ازاي يعني؟ بقولك خدعتني. لا طبعا انا في العادي جدا، انت بس اللي بتبالغ. وبالتالي الميزة التالتة مش بيحس بالذنب ابدا، عشان كده ما تتوقعش منه توبة ابدا، لانه اصلا ايه؟ احنا عارفين مش بيعمل حاجة. الشخص المش كويس متصالح جدا مع نفسه، هادي جدا، عنده القدرة انه يطعنك في ظهرك ويضحك في وشك وهو بيسألك ها وجعتك. الشخص المش كويس في الغرام قلبه كبير قوي، قد اتوبيس النقل العام كده وقت الذروة. ممكن يسعي من الحبايب ألف. ممكن يحبك ويبقى صادق جدا في مشاعره على فكرة، ويحب واحد تاني وهو صادق برضه، ويعشق تالت والله برضه صادق. عارف الشخص اللي لما تسأله عن بيحب مين تلاقيه بيقولك في عمقه وهو مضيق عينيه وبيتنهد: انا بحب الحب. يا سلام. وهو متصالح برضو مع نفسه في الحتة دي. يعني كلامك معاه في اللحظة دي عن الخيانة والإخلاص والكلام الفاضي ده بيبقى نوع من العبث بالنسبة له. الشخص المش كويس بيحب يتشتم على فكرة، يحب تبهدله وتسبه وتلعنه وانت بتواجهه بان هو مش كويس، لانه فضلا عن انه مش بيحس بالذنب فهو كمان في اللحظة دي بيحس انك ظلمه كمان. اه والله، شتمتك ليه بتديله قوة انه يرد عليك ويبجح، وتلاقيه ممكن يصرخ باستمتاع مرضي: ايوه انا مش كويس، انا كذاب، انا خاين، انا غدار. هو مش بيقول كده اعتراف، لا، هو بيقول كده عشان انت تحس بالذنب انك غلطت فيه. ده نوع من انواع الالعاب النفسية. الشخصية دي بقى مش على طول بيبقى فاقد الشعور بالذنب، لا، ده بتيجي عليه لحظة يشعر فيها بالذنب، وفي اللحظة دي بيحتاج انه يطهر نفسه. وافضل وسيلة عند الشخصية دي انه يعترف. تلاقيه عمال يرمي في اعترافات في لحظة من لحظات العمق: يا جماعة انا وحش، وعارف اني غلطت كتير، وعارف اني ظلمت ناس كتير، يا ريت اي حد غلطت فيه يسامحني. الاعتراف ده بيريحه جدا. وفيه ناس بتفهم غلط ان الاعتراف ده بداية لطريق الاصلاح، انه يعترف بغلطه. لكن عند الشخصية دي الاعتراف مجرد تفريغ للطاقة السلبية. وبالنسبة له مرحلة الاعتراف دي هي المرحلة الأولى والأخيرة في عملية الإصلاح، وبعدها بيرجع شخص مش كويس تاني عادي جدا. صاحب الشخصية دي بقى بيبقى حريص قوي انه يحافظ على الأشخاص السذج حواليه، علشان متعته انه يمارس طريقته دي على ناس مش فاهمة أصلا انه مش كويس. وده بيرسخ عنده إحساسه الطبيعي انه مش كويس فعلا. والدليل الناس الجمال السذج اللي لسه ملمومة حواليه. أوحش أنواع الشخصيات دي هو الشخصية المش كويسة الغلبانة، وده ما تكتشفش انه شخصية مش كويسة إلا بعد ما تعاشره وقت طويل. وطريقته المش كويسة دي بتكمن في النقطة دي، انك ممكن تضيع معاه عمر بحاله، وتكتشف في الآخر ان عمرك راح هدر مع شخصية مش كويسة. الكلمتين دول مش القصد منه انك تعرف ان صاحب الشخصية مش كويسة هو الشخص اللي بيكذب عليك او بيخونك او بيغدر بيك، لا. الهدف انك تعرف ان الشخصية دي اللي في حياتك ممكن جدا ما تكونش اكتشفتها لحد دلوقتي اصلا. اقعد بالعافية.